والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. خوتي خواتاتي صحاباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ اموركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. عواشر مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله. والله يبلغنا ويبلغكم سيدي رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، وبالرزق والتيسير ان شاء الله. يوم جديد وفيديو جديد غادي نوجد معكم مملحات بورق طاكوس. كيجيو زوينين وراقيين وساهلين وكيوجدوا دغيا دغيا. نتمنى يعجبكم هذا لا فيديو. على بركه الله غادي ندوزو المقادير والطريقه. في مقله غادي ندير واحد 3 المعالق ديال الزيت النباتيه، واللي بغى يدير زيت الزيتون يديرها. غنزيد عليها بصله مشلضه هكا بهذه الطريقه هذه رقيقه. هاد المملحات راه غتحتاجوهم في رمضان ان شاء الله، كيجيو زوينين. ايوا نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، واكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. ساهلين وبساطين بالنسبه للناس اللي خدامين، ما يحتاجوش يديروا العجين وعاد يتعذبوا. هادو ساهلين وبساط. زيت فليفله الحمراء مقطعه طريفات صغار. دابا غادي ندير التوابل. راس معلقه ديال الملحه، وراس معلقه ديال الكمون والخرقوم، الابزار، الفلفل الاسود حتى هو راس معلقه، وسكينجبير. درت انا العطريه كامله، ومعلقه ديال التحميره بابريكا. وغادي نشحر ديك البصله مزيان هي وديك الفليفله. دابا عندي هنايا واحد 300 غرام ديال الكفته. اللي بغى يدير الكفته ديال الصدر ديال الدجاج، اللي بغى يدير الطون كتجي. الحشوه كتبقى اختياريه، وكل واحد وداكشي اللي كيبغي يديرو في الحشوه. انا راني نسيت ما درتش الثومه وهكاك وجاو زوينين. اللي عنده الثومه بودره يزيدها، واللي ما عندوش يدير يحك 2 ضريسين ديال الثومه. انا والله الا نسيتها وهكاك وجاو غزالين. كنبقى نشحر في هاد البصله والكفته حتى كطيب مزيان. دابا غادي نزيد الفرماج باش غادي يعلك لي ديك الحشوه. دابا غادي نطفي البوطه، وغادي غير ديك العافيه ديك السخونيه ديال الحشوه هي اللي باش غادي ندوب ديك الفرماج. من بعد غادي ما يذوب لي الفرماج، هاد الحشوه غادي نديرها تستقطر من الزيت. بعدا دابا زدت لها المعدنوس والقزبور باش نسمها. واي واحد اللي عنده شي اعشاب منسمه بغى يزيدها كتزيدها لدا. انا اكتفيت غير بالمعدنوس والقزبور حتى التالي، حتى هما كيجيو غزالين ولذاذين. دابا غادي نستقطر ديك الحشوه. تستقطر من ديك الزيت باش ما تفزقليش الورقه. انا كانت عندي الورقه ديال الطاكوس واستعملتها، بقاو لي واحد 2. قلت علاش لا ما نديرش بهم ديك المملحات.
اكتفيت غير بهاد 2 ورقات ودرت هاد الدوائر صغارين، خرجت منهم كل ورقه خرجت منها 7 ديال الورقات. هاد المرشم هذا راه قاصح، اما تصوبوا هكا بالدلاك باش ما تضربوش يديكم تجرحوها. ولا الموس، انا جاتني الطريقه ديال الموس عمليه احسن من الدلاك. ونستمر بهذه الطريقه هذه، تنقطع الدوائر هكا زوينين على هذا الشكل. بالموس هكا زوينين حسن ساهلين. من بعد ما قطعت ديك الدوائر غادي ندير شويه ديال الزبده وزويته باش غادي ندهنهم باش غيجيو مقرمشين. دهنتهم من 2 ديال الجوايه باش يعطيونا واحد التقرميشه. وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه تنكمل ديك الورقات اللي عندي كاملين. هادو كيصلحوا في رمضان، لان رمضان كنبغيو المملحات اكثر من الحلاوه. بعدا انا كيعجبوني المملحات اكثر من الحاجه اللي حلوه، واي حشوه تجي فيهم وساهلين دغيا دغيا. عندي هاد المول ديال الكاب كيك، قلت لكم انا درت ديك الدوائر صغيره، هي الا كان عندي درت دوائر كبارين كتجي بحال الورده. المهم حتى هكا الشكل جا زوين. كنضغط عليهم بالكاس، كندير الجهه اللي محمره من الفوق ديال الورقه ديال الطاكوس. ايوا كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. دابا غادي ندير الحشوه. ودغيا كيوجدوا دغيا غنزيدهم شويه ديال الفرماج من الفوق. دابا غادي ندخلهم للفران يطيبوا. هما ملي خرجوا من الفران كيجيو على هذا الشكل هكا زوينين شكلا ومذاقا. ايوا نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم يكون الشرح واضح وباين. وهاد المملحات راهم ساهلين وبساطين. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده وراحه البال والاطمئنان. ومسبقا غادي نقول لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بالف خير. والله يبلغنا ويبلغكم، لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي، يمين.
ويسهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي امين. ايوا ما تنسونيش من البارطاج الله يجازيكم بالخير، وراه بكم كنزيدوا للقدام وانتم اللي كتحفزونا وكتشجعونا باش نجيبوا شي حاجه جديده. ايوا كنقول لكم شكرا بزاف، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.